بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الصح في الصورة دي؟ الصح انه طبعا هو الجلاش اسهل حاجة والحمد لله. لا بنعجن ولا بنعاير ولا حاجة ابدا الا طبعا الشربات. النصيحة هي اعملوا طريقة الشربات المصري. غالبا الطرق بتاعت البلاد التانية بيبقى الشربات ازيد من كده، اللي هو احنا يعني عندنا العادي يعني كوبايتين سكر وكوباية مية. بالنسبة طبعا للمادة الدهنية هي فنجان أو يعني كوباية واحدة. أنا أحيانا ما بيبقاش عندي يعني كمية كافية من الزبدة. أنا مش عندي زبدة الحقيقة، دايما بستخدم مش عندي قصدي سمنة، فبستخدم الزبدة. أحيانا بستخدم نص الكوباية زبدة ونصها التاني زيت ذرة على فكرة يعني، وما بيحصلش أي حاجة. المهم وكمان كمية أنا بحب المكسرات بقى طبعا جدا. فلو هحط بقى مكسرات مثلا أي حاجة، السوداني مثلا طعمه في منتهى الجمال، بيتفرم وبيتحط. بس أنا بحط 3 كوبايات منه، 3 كوبايات على الصينية ديت. وهي دي كبيرة الحقيقة. وبحط عليه بقى علشان ما يقعش كده ويقعد يتفتفت في الصينية. بحط عليه من نفس السيرب او الشربات اللي هو بيكون طبعا تقيل، بحط عليه نص كوباية. ليه بقى؟ علشان لما انا اقعد اقلبه كده في السيرب هيبقى متماسك في الصينية. في ناس بتحط كميات بقى كتير من السيرب وبتحط عليها سكر. انا لقيت ان كده كويس جدا. بقية السيرب اللي اتبقى حطيته من فوق، ودي زي ما انتم شايفين مفيش اي مشكلة. بالاضافة لكده انا يعني بحب في كل انواع الحلويات ان انا اقطعها حتت صغيرة، لان ما ينفعش يعني ان حد ياخد حتة كبيرة ويقوم واخد منها جزء ويقوم سايبها وكده يعني. انما اللي عايز تاني يتفضل ياخد يعني. وكده. وطبعا التسوية مهمة جدا. التسوية انه يفضل في الفرن لغاية لما حوالي 30 دقيقة خد مني، لغاية لما عنده اللون الذهبي دوت. طبعا ده اهم حاجة ان الناس هتشوفها يعني قبل اي حاجة تانية. وان شاء الله بإذن الله يعني تعملوه ويعجبكم.